النهاردة بقى هنعمل أكلة كده جميلة، وأكلة من بتاعة زمان. يوم ما كانت أمهاتنا بتعملها لنا كنا بنبقى في منتهى السعادة. ها، عرفنا المكونات دي هتعمل أكلة ايه؟ راس توم كبيرة متفصصة، بصلتين كبار، معايا كمان كوبايتين رز مغسولين ومتصفين من المية، معايا كمان خضرة شبت وبقدونس وعودين كزبرة. ها، عرفنا الوصفة دي هنعمل بيها ايه وايه اللي ناقص علشان نكمل الوصفة بتاعتنا؟ عرفنا. طيب يلا كده بينا عشان الكبة بتاعتي بعافية شوية، فنروح نكمل الحاجة الناقصة ونشوف اكلتنا. يلا بينا. وادي اكلتنا الجميلة، كفتة رز. ها، مين فينا ما كانش بيحب كفتة الرز كده الناشفة زي ما انا شايفة كده، الصباع جميل ومقرمش، وياخده كده من ورا مامته وهي بتقلي الكفتة. وبمناسبة الكفتة بقى اللي هي برز بتاعت زمان كده اللي كنا بناخدها من ورا ماما وهي بتقليها، اللي يشوف الفيديو يترحم على والدتي الله يرحمها. ويلا بينا نشوف عملنا ايه. طبعا زي ما قلت لكم انا رحت للجزار عشان الكبة عندي بعافية شوية. ودي الكفتة برز اللي احنا عملناها، مقاديرها كوبايتين رز، كيلو من اللحمة المفرومة، وبصلتين كبار ورستهم كبيرة، وكمان شبت وبقدونس وكزبرة. دلوقتي بقى هصبع الكفتة، طبق كده فيه شوية زيت والكفتة بتاعتنا، والصينية اللي هنحط فيها الكفتة بعد ما نصبعها. وهصبع كده الكفتة. انا هنا بوريكم ان انا بعمل الكفتة صوابع، وبوريكم كمان ان الكفتة لازم ابقى نقع الرز عشان تبقى الكفتة ناعمة وجميلة. ما بحبش الكفتة اللي هي تلاقي الرز كده محبب فيها وباين فيها، فلازم ننقعه على الاقل 10 دقايق قبل ما نفرمها علشان تبقى الكفتة ناعمة معانا. انا هنا بصبع الكفتة وبوريكم هي وانا بصبعها. نقص ايدينا نقطة زيت كده وناخد قطعة صغيرة، وبالراحة كده الاول ندورها كده في ايدينا عشان العجينة تلم، وبعد كده نصبعها كده زي ما احنا شايفين. مفيش جمال بعد كده. عفوا. وكمان هوريكم الكفتة الكور، طبعا دي جميلة وكلنا بنحبها. الكفتة الكور دي الصغننة لما بتتحمر وتبقى خطيرة. عشان ما اطولش عليكم الفيديو هروح اكمل الكمية دي كلها وارجع لكم. ودلوقتي رجعت لكم بعد ما خلصت الكفتة كلها وصبعتها. عملت كمية حلوة من الكور، بصوا الجمال والحلاوة يا جماعة. وكمان عملت الكفتة الصوابع. بجد مبسوطة قوي بالاكلة دي وبحبها جدا وبفتكر والدتي الله يرحمها. يلا بقى بينا نشوف هنعمل ايه. انا هنا كمان خدت طبق هفرزه في التلاجة، عملت نص كور ونص صوابع. بين يا حبايبي الطبق او الطبقة، يعني احنا حطينا في الطبق الكفتة نحط كيس بلاستيك ونكمل عليه عشان ما تلزقش ببعضيها. دلوقتي هنعمل التسبيكة بتاعت الكفتة. معايا بصلاية حلوة ومعلقة سمنة، وفي حلة ورفعتهم على النار تدبل كده، وهنزل عليها بمعلقة من التوم، معلقة كده حلوة كبيرة توم مفروم، وقلب قلب قلب. الله على ريحة التوم. دلوقتي البصلة خدت لون معانا اهي، وانا مجهزة عصير الطماطم. الطماطم دلوقتي رخصت وبقت حلوة، احمرت كده وبقت جميلة. شايفين الجمال والحلاوة. دلوقتي هنزل بشوية ملح وعليهم شوية فلفل، وبنزل كمان ببشرة جوز الطيب صغيرة. هي دي التوابل بتاعتي اللي بحطها على كفتة الرز. ويلا بقى نقلي الكفتة. طاسة فيها زيت وبنزل بالكفتة بعد الزيت ما يسخن، وبقلبها كده على الناحية التانية عشان تحمر كلها وتبقى لون واحد. وبعد ما احمرت وبقت جميلة جدا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ابتدي بقى كده اطلع الكفتة واصفيها كويس من الزيت. اطلع الكفتة في طبق، وبعد ما اطلع كمية الكفتة اللي في الطاسة هنزل بالكفتة الكور الجميلة دي. ونرجع بقى دلوقتي للتسبيكة كده ونشوفها وصلت لغاية فين. وادي التسبيكة
هديها تقليبة واغطي عليها واسيبها تكمل. بصوا الكفتة اللي طلعت جميلة ومقرمشة، الخشولة يعني مفيش بعد كده، صوت الخشولة عالي جدا. ورجعت هنا تاني للتسبيكة، التسبيكة اتسبكت اهي معانا. كوباية بقى مية كده سخنة او ساقعة عادي، وهنزل على التسبيكة، بس انا هنا حطيتها مية سخنة عشان انا مستعجلة. ونرجع تاني للكفتة الحلوة بتاعتنا. الكفتة تتاكل اكل، شايفين الجمال والحلاوة. هنطلع الكفتة. لو وصلتوا معايا واتفرجتوا على الفيديو لغاية هنا، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وعايزة تعليق حلو جميل منكم كده تقولوا لي ايه رأيكم في الكفتة. انا هنا رجعت للتسبيكة تاني، التسبيكة خلاص غليت. هنزل بقى بكمية الكفتة اللي انا عايزة احطها في الدمعة. وطبعا شلت طبق حلو كده هيتاكل ناشف، ده غير بقى اللي العيال خطفوه كمان مني يعني. وهظبط الملح بتاعها، وهي اهي خلاص دخلت في السوا. يا خلاص استوت. وادي الرز هطفي عليه، نروح نشوف الرز بتاعنا. عامله رز بالشعريه مفلفل تحفه. وهنا بقى حبايبي انا غرفت الكفته، ادي طبق الكفته الناشفه والكفته ام دمعه، وعملت رز وقدمت معاها مخلل. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، وتقولوا لي ايه رايكم فيها، واشوفكم على الف خير.